هلا ويا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم سويت كيكة أم الكيكة وأتمنى يعجبكم الفيديو. يلا نبلش. هنا مثل ما تشوفون عندي 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وهنا عندي كوب ونص شكر. هنا راح أخليهن بالتدريج، أول شي خليت نص وبعدين أخلي النص الثاني، وهنا راح أخلط شوية وبعدين أخلي النص الثاني. هنا مثل ما تشوفون خليت آخر شي وراح أبدي أخلط لمدة 5 دقايق على ما يتغير اللون، يصير اللون على بياض. وهنا مثل ما تشوفون البيض صغير لونه صار على بياض، وراح أخلي المواد الباقية. هنا عندي نص قلاص زيت نباتي، وهنا عندي قلاص واحد حليب دافي. هنا راح أخلط المكونات كلها سوا وبعدين أخلي المكونات تجافة. هنا عندي ظرف واحد بيكنج باودر، وهنا عندي ظرفين فانيلا وراح أخلطن على المكونات. وهنا عندي نص قلاص كاكاو مر راح أخلطن على المكونات. وهنا راح أبدي أخلط المكونات كلها سوا. وهنا عندي قلاصين ونص طحين أبيض، وهنا راح أخليهن بالتدريج، هاي أول دفعة، وراح أبدي أخلط وبعدين أخلي الدفعة الثانية. وهنا مثل ما تشوفون هاي الدفعة الثانية، وبديت أخلط، وهاي الدفعة الأخيرة. وهنا بديت أخلط المكونات كلها سوا. وهنا كملت المواد كلها وبديت أخلط بالمعلقة حتى إذا أكو طحين ينزل لي إياه. وهنا مثل ما تشوفون كملت وراح أبدي أحضر القالب. هنا عندي بس هذا القالب، بس أنا ما أريده هيج، فجبت قلاص ستيل وخليته بالوسطة حتى أشمر عليه الكيكة وتستوي على راحتها. وهنا مثل ما تشوفون كملت الكيكة، وهنا صارت عندي الكيكة جاهزة حتى أدخلها للفرن. وهنا يلا نسوي الصوص. هنا مثل ما تشوفون عندي نص قلاص كاكاو مر، ونص قلاص حليب، ونص قلاص زيت، ونص قلاص شكر، ونص قلاص ماي، ونخلط المكونات كلها سوا. وهنا مثل ما تشوفون الكيكة استوت عندي، فراح أقلبها وأخليها تبرد وبعدين أخليلها الكاكاو. وهنا مثل ما تشوفون الكيكة بردت عندي وخليت عليها الكاكاو. ما شاء الله الريحة ترست البيت ترس. وهنا مثل ما تشوفون هاي النتيجة، ما شاء الله. هنا إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل فيديو أنزله. وسهمكم ألف عافية، أشوفكم بفيديو جديد، مع السلامة.